دي بقى احلى والذ كيكه برتقال هتعملوها وهتطلع معاكم جميله جدا، بجد خطيره. هنعمل لها كمان صوص حلو قوي ودى طعمها في حته تانية خالص. تعالوا بينا نشوف الطريقه، بس قبل ما نبدا ما تنسوش تعملوا للفيديو لايك وشير. عندي 3 بيضات بدرجه حراره المطبخ، نزلت كده عليهم معلقه صغيره من الفانيليا وكوبايه من السكر، قلبتهم مع بعض كويس جدا لحد ما لونهم فتح بالشكل ده. نزلت كمان عليهم كوبايه من عصير البرتقال، هقلب فيهم شويه وهنزل عليهم بقى بنص كوبايه من الزيت ومعلقه كبيره من بشر البرتقال. هقلبهم مع بعض برضه تقلبتين وهنزل عليهم كده بكوبايتين وربع من الدقيق. هضيف كمان كيس من كيك شيف دريم، وهضيف كمان رشه من الملح، وهرجع بقى اقلب المكونات كلها مع بعضها كده بالشكل اللي احنا هنشوفه مع بعض دلوقتي. هقلبهم بس كده تقلبتين عشان ما يبقاش عندي اي تكتلات ولا اي حاجه. القوام هيبقى بالشكل ده معايا. جبت بقى القالب بتاعي اللي انا دهناه كويس جدا كده بالسمنه ومبطناه بالدقيق، قلبت بس كده الخليط بتاعي ونزلت بيه كده في القالب. دخلته على فرن ساخن درجه حراره 180، قعد حوالي 40 دقيقه. عملت له بقى صوص حلو جدا، عباره عن كوبايه من عصير البرتقال، معلقتين كبار من السكر، معلقه كبيره من النشا، واول ما القوام بتاعه تقل نزلت بقى بيه كده على الكيك. الكيك طلع معانا وبقى بالشكل الجميل ده، شايفين بجد خطير. ريحته كمان مش قادره اقول لكم كانت حلوه قد ايه. تعالوا بقى نفتحها كده مع بعض ونشوفها من جوه. بصوا الجمال، شايفين يا جماعه؟ حلوه جدا، هشه وعامله زي السفنجه، بجد خطيره. جربوها وما تنسوش بقى تعملوا للفيديو لايك وشير لو الفيديو عجبكم.